في أماكن مش بتحتاج تعمل حاجة علشان تخوفك، مجرد إنك تقف فيها بس تحس إنك غلطان إنك جيت. أماكن بتسمع فيها دقات قلبك أعلى من أي صوت، وتحس إن المكان عارف اسمك قبل ما تنطقه. بيقولوا إن في بير اتساب مفتوح، مش لأن الناس نسيت تقفله كويس، لأ، لكن لأن كل مرة حد حاول المكان خد حقه، واللي بيتاخد مش دايما بيرجع. القرية دي كان ليها وقتين، وقت النهار وقت جميل وفيه تفاؤل، أطفال بيضحكوا، حيوانات ماشية، ريحة أكل مطبوخة في الهوا، يعني الجو العادي الطبيعي. أما وقت الليل كان مختلف تماماً، الوجوه بتتغير، الابتسامات تختفي، الأصوات تقل، والناس تبص وراها حتى وهي جوه بيوتها، كأن في حاجة بتخوفهم أو حاجة مش بتقدر تظهر غير في الضلمة. من غير أي كلام أو مقدمات كان في اتفاق بينهم، محدش يطلع بعد المغرب، محدش يقرب آخر القرية، ومحدش يجيب سيرة البئر، ولو اتقال اسمه بالغلط اللي قاله يبعد نظره فوراً ويبص في الأرض ويغير الموضوع. الطريق اللي بيودي للبئر كان غريب، الأرض مايلة شوية، مش متوازية، كأنها بتحاول تسحبك لتحت. الطين موجود دايماً حتى في عز الصيف، وفي آثار أقدام بتظهر وتختفي قبل ما أي حد يلحق يتبعها. البئر شكله مش عادي، فتحته واسعة كأنها بتقولك قرب، الحجارة متكسرة أكتر من اللازم، حواف الطوب عليها خدوش طويلة، مش واحدة ولا اتنين، لأ، كتير. ناس كتير حاولت تطلع في أوقات مختلفة، بس محدش عرف يطلع. وانت واقف جنبه ودانك تحسها تقيلة، مفيش عصافير ولا حشرات ولا حتى صدى ولا أي حاجة خالص. هدوء مش طبيعي، لأ، هدوء يخوف. الصمت نفسه كان صوته عالي. واحد من كبار القرية قال مرة بصوت واطي: البئر ده مش بيتفتح، هو فاتح نفسه. وقال كمان: اللي يسمع صوته يبقى خلاص اتشاف. وبعدها سكت وما قالش أي حاجة تاني. كان في ولد شجاع اسمه أدهم. آدم راح القرية وشاف كل ده، مش جاهل بس مش خايف. كان حاسس إن الخوف الجماعي دايماً وراه حكاية أوحش من الرعب نفسه. أول ليلة آدم وصل فيها، آدم صحي على إحساس غريب، إيده مليانة طين والشباك مفتوح مع إنه متأكد إنه قفله، وفي ودنه صدى صوته بيناديه، وكوابيس كان بيحلم بيها. الأحلام اتكررت، نفس المشهد، واقف فوق وبيشوف نفسه تحت. كل مرة المسافة تقصر، وكل مرة الصوت يبقى أوضح. حاول يقاوم كل ده، قام وتوضى وقرأ قرآن، قفل ودانه وما بقاش يسمع لأي حد ولا لأي كلام. بس الصوت ما كانش جاي من بره البيت، لأ، ده كان طالع من جواه. الليلة دي كانت مختلفة من أولها، الهوا كان تقيل كأنه مش عايز يدخل الصدر، والقمر كان عالي زيادة عن اللزوم، منور القرية بنور أبيض باهت يخلي كل ظل أطول من الطبيعي. آدم حاول ينام، اتقلب يمين وشمال، كل مرة يقفل عينه يحس إن في حد واقف قريب منه، مش شايفه بس حاسس بيه. وفجأة الصوت رجع، مش نداء، لأ، همسة قريبة من ودنه: إحنا مستنيينك. رجليه اتحركت لوحدها، خطوة خطوة، كأن الأرض نفسها بتواجهه. وقف قدام البير، الفتحة كانت أوسع من أي مرة، كانت أوسع من الطبيعي، والطوب شكله أردم
كأنه بيفني بسرعة قدامه. قرب راسه وبص جوه. الضلمة ما كانتش سودة، كانت بتتحرك، تلف، تتموج، وتطلع منها أصوات نفس مقطوعة، ريحة رطوبة ممزوجة بحاجة أقدم من الموت. الأصوات اتكلمت مع بعض كأنها صوت واحد. إحنا اللي اترمينا من غير ذنب، إحنا اللي اتقال علينا اختفينا، وإحنا اللي اتنسينا علشان الهدوء يفضل. وفجأة شاف المشاهد، ناس بتتزق، ناس بتقع، ناس بتبص لفوق وهي بتصرخ ومحدش بيرد. والبير كان شاهد مش شريك. الصوت بقى أهدى، أخطر، كان مرعب أكتر من أي حاجة، وقال بصوت قوي: إحنا مش عايزينك غصب، إحنا بس محتاجين توازن. السلسلة الفضية اتحركت لوحدها، طلعت صوت صرير خلى قلبه يقف لحظة. واحد ينزل علشان غيره يطلع. الأرض اهتزت، والبير طلع نفس طويل كأنه ارتاح لأول مرة من سنين. مع أول ضوء فجر، القرية صحيت على صمت غريب، مش صمت خوف، صمت ذنب. آدم ما كانش موجود، ولا صراخ، ولا دم، بس آثار جر كان حد جره، وفي آثار أقدام لأول مرة موجودة على الأرض، واقفة عند حافة البير وبتختفي فجأة. ومن اليوم ده الصوت بقى أوضح، أهدى، أقرب، بينادي مش باسم آدم، بينادي باسم أي حد يقرب أكتر من اللازم. البير المنسي مش مجرد حفرة في الأرض، ده اختبار، اختبار لقلوب نسيت ربنا، ففضلت تسمع أصوات غير صوته. وإحنا مهما شفنا رعب ومهما سمعنا نداءات، ما ننساش إن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللي يفتكر ربنا ما يضيعش، واللي يستعيذ بيه ما يضلش طريقه. ولو سمعت صوت بيناديك في مكان يخوف، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وافتكر إن مش كل صوت حقيقي لازم نرد عليه، ومش كل طريق نهايته نجاة، ومش كل الطرق لازم نمشي فيها. ربنا هو الأمان الحقيقي، وغيره وهم. ما تنسوش تصلوا على النبي، ونشوفكم القصة الجاية إن شاء الله. سلام.